ده بقى مش هينفع كده، عندي شغل كتير على الكمبيوتر لازم اخلصه، وشغل البيت مرمي جوه مش لاقي حتى اللي يبص عليه، والراجل يا اختي كل شويه يشتكي من المصاريف. لو جبت شغاله فلبينيه هيقعد يقول لي 2000 جنيه الشغاله الفلبينيه، اجيبهم لك منين يا مدام؟ لا ده انا اجيب شوشو هي تخلص شغل البيت احسن. شوشو تعالي يا حبيبتي عايزاكي بسرعه. يا فتح يا علي، خير اللهم اجعله خير، اما اشوف ماما عاوزاني في ايه. ايوه يا ماما يا حبيبتي انا جيت اهو، امريني. ما يأمرش عليك يا عدو يا حبيبة ماما. بصي يا شوشو يا حبيبة قلبي، عاوزاكي تروحي تطبقي الهدوم في الدولاب، وتغسلي شوية المواعين الصغننين قوي اللي في الحوض، وتروقي المطبخ، وبعد كده تحضري الفطار. قلتي ايه بقى يا شوشو؟ يا لهوي ايه كل الطلبات دي على الصبح كده؟ ده انا حتى لسه ما خدتش النكسفه بتاعي. هي الوليه ماما دي هتشتغلني ولا ايه؟ ايه ده بقى؟ هو ما فيش غير شوشو كل شويه اعملي يا شوشو اعملي يا شوشو؟ ما تخلفوا لكم بنت تانيه تساعدني بقى. ماما انا تعبت بقى من كل الشغلانات دي، كنتش جاي لعريس عشان كده بتعلميني شغل البيت؟ عريس ايه بس يا مضروبه وانت لسه بتسنني يخيبك بيت. ايه ده بقى؟ هي مالها قفلت في وشي كده ليه؟ لا والله ده انا اروح اعمل لكم محضر عند الشاويش. اقول لك يا ماما علشان اريحك انا هلم كل اللايكات والسب كده هم بتوعي واسيب لكم الباقي.